عارفين البنت اللي بتفتح الأجندة بتاعتها في آخر السنة وبتلاقي نفسها معلمة على معظم أو كل الأهداف اللي هي كانت عايزة تحققها في أولها؟ في الفيديو ده هقولك بالتفصيل إزاي تكوني البنت دي. فهاتوا ورقة وقلم كده وركزوا معايا عشان الكلام اللي هنقوله في الفيديو ده مهم قوي وهيغير لكم حياتكم. هاي، أنا شهد الشاذلي وتعالوا نجلو اب للسنة الجديدة مع بعض. أول حاجة، وبالذات لو انتوا بتشوفوا الفيديو ده قبل 2025، هاي انتوا جايين بدري على فكرة، او حتى لو بتشوفوه في اولها، عايزاكم تبصوا بصه لورا كده شويه على السنه اللي فاتت كانت عامله ازاي، عشان اول خطوه هنعملها هي ان احنا نراجع على 2024. معظم الناس لما تيجي تكتب الاهداف بتاعتها بتقعد تكتب الاهداف وخلاص من غير ما تبص على السنه اللي فاتت او ايه اللي خلاهم ما يحققوش حاجه في السنه دي، عشان هم لو دخلوا السنه الجديده وهم بنفس العادات وبنفس الشخصيه وبنفس كل حاجه، سربرايز مش هيحققوا حاجه زيها زي السنه اللي قبلها. عشان كده عايزاكم تمسكوا ورقه وقلم وتفصصوا حته حته من حياتكم كانت عامله ازاي. وهنا احنا محتاجين فعلا نكون صراحة مع نفسنا عشان نعرف بالظبط ايه اللي احنا هنعمله. علاقتنا بربنا، علاقتنا بالناس اللي حوالينا، علاقتنا بنفسنا، الدراسة، الشغل، الصحة، الروتين بتاع يومنا وعاداتنا، حرفيا كل حاجة. وهقول لكم على شوية أسئلة كده عشان تسهل عليكم الموضوع أكتر. ايه احسن 3 حاجات انا عملتها السنه دي؟ وهنا تعريف الانجاز بيختلف من شخص للتاني. ممكن تكونوا فاكرين نفسكم ما عملتوش اي حاجه، بس ممكن تكونوا بعدتوا عن شخص سيء في حياتكم فده يعتبر انجاز. ممكن تكونوا كسبتوا ناس كويسه في حياتكم او اتعرفتوا على ناس جديده فده يعتبر انجاز. ممكن تكونوا قربتوا من ربنا اكتر، ممكن تكونوا عملتوا نفسكم بطريقه احسن، او ممكن تكونوا جبتوا درجه كويسه، او علاقتكم باهلكم كانت احسن. الانجازات الصغيره دي مهمه على فكره. ايه اكتر حاجه انتوا فخورين بيها السنه دي؟ وايه العادات والروتين اللي ساعدني انجح واوصل للاهداف اللي انا حققتها السنه دي؟ وركزوا في التفاصيل الصغيره، صدقوني بتفرق حتى لو كنتوا بترتبوا السرير مثلا. وبعدها ندخل على الجزء الحزين من السنه شويه. ايه اصعب التحديات اللي واجهتني السنه دي؟ التحديات اللي انا مريت بيها دي غيرتني ازاي واثرت فيا ازاي؟ ولما انا اتصرفت ازاي وقتها وواجهتها ازاي؟ ايه الحاجه او الحاجات اللي كان نفسي اعملها بشكل مختلف؟ وايه الدروس اللي فعلا انا استفدت منها السنه دي؟ ممكن كمان تسألوا نفسكم شوية أسئلة تاني عن اللحظات السعيدة في حياتكم واللحظات الحزينة في حياتكم، وحاولوا تطبقوا كل الأسئلة دي على كل جزء من حياتكم. بعد ما تكتبوا كل ده تبدأوا تركزوا وتفصصوا الحاجات اللي انتوا كتبتوها. هتلاحظوا باترن معين أو عادات معينة منعتكم من ان انتوا تحققوا حاجات انتوا كنتوا عايزين تحققوها، وهتلاقوا عادات كويسة أو طريقة كويسة انتوا كنتوا بتتعاملوا بيها مع نفسكم ساعدتكم ان انتوا تحققوا حاجات تانية. وهتستنتجوا شوية حاجات كده هتساعدكم لما تيجوا تخططوا حياتكم بعدين. يعني لو انتوا مثلا اتعلمتوا ان الشغل الكتير قوي بيخليكم مش قادرين تعملوا حاجة بعدين، فده هيخليكم تشتغلوا أذكى مش أكتر. كمان لما تيجوا تبدلوا العادات السلبية اللي انتوا كتبتوها بالعادات الكويسة اللي المفروض انتوا تعملوها، زي مثلا انتوا بتسوفوا كتير فهتبدلوها بان انتوا تنظموا كل حاجة في حياتكم عشان ما تلاقوش وقت للتسويف اصلا. شوفوا انتوا هتسيبوا ايه في 2024 وايه اللي هتاخدوه معاكم ل 2025. وهنحط في اعتبارنا ان احنا بنكون النسخة الاحسن منا، يعني انا بس النسخة الاحسن. وهنفكر في كل حاجة فيها عاملة ازاي، شكلها، شخصيتها، دراستها، الكارير بتاعها، صحتها النفسية والجسدية، علاقتها بنفسها، علاقتها بالناس اللي حواليها، علاقتها بربنا، هواياتها وأصحابها، والطريقة اللي بتقضي بيها وقتها. عايزاكم تكتبوا كل قسم من الأقسام دي وتكتبوا جنبها انتوا متخيلين شخصيتهم الجديدة عاملة ازاي في كل الحاجات دي. واثقة من نفسها، الأولى على الدفعة، صحتها كويسة، بتروح الجيم، إلخ إلخ إلخ. أنا مش هقولكوا على أهداف، انتوا اللي محتاجين تعرفوا انتوا عايزين ايه بالظبط عشان تستمروا عليه ويبقى عندكم الحافز اللي يخليكم تكملوا بعدين. بعد ما كتبنا كل الأهداف بتاعتنا أو رؤيتنا لشخصيتنا الجديدة عاملة ازاي، هنبتدي نحول الأهداف دي لخطوات نحطها في الروتين بتاعنا. فلو أنا مثلا عايزة أكون شخص بيحب القراية، مش هكتب في الجولز إن أنا أقرأ وشكرا، عشان صدقيني انت مش هتوصلي للهدف ده خالص. لا، محتاجة وانت بتكتبي أهدافك تكوني محددة شوية. عايزة تقري عن ايه بالظبط؟ عايزة تقري كام كتاب؟ طب عدد الكتب اللي انت هتقريها دي منطقية بالنسبة لك لحد مثلا عمره ما قرا في حياته، ولا هتقدري تحققيه فعلا؟ فلو انت مثلا هتقري 5 كتب في السنة، هتحددي لنفسك 15 دقايق تقري فيها كل يوم، وهكذا بالنسبة لكل هدف انت هتكتبيه. فلو انت مثلا عايزة تكوني صحية اكتر، مش هكتب كده وخلاص، انا هكتب ان انا عايزة اكل اكل صحي وعايزة العب رياضة. طب الاكل الصحي ده انا بحب اكل ايه؟ هبتدي اظبط الاكل اللي انا هاكله. الرياضة اللي انا هلعبها دي هلعب ايه بالظبط؟ هروح الجيم ولا هلعب يوجا ولا هلعب بيلاتس ولا هلعب رياضة معينة ولا هعمل ايه؟ الرياضة اللي انا هلعبها دي هلعبها كام مرة في الاسبوع؟
طب ايه الخطوات اللي انا هعملها عشان العب الرياضه دي؟ ابتدي اجهز لبسي، ابتدي اجهز مواعيدي، ابتدي اجهز كل حاجه ليها علاقه بالهدف ده عشان يبقى موجود فعلا في الروتين بتاع يومي. بعد ما عملنا كل ده بندخل على خطوه الفيجن بورد، والفيجن بورد دي هي عباره عن مجموعه صور بنحطها جنب بعض، والصور دي بتكون بتعبر عن الاهداف اللي احنا عايزين نحققها في حياتنا. انا بقالي سنين بعمل الفيجن بورد كل سنه، وكل سنه بحقق معظمها، ده لو ما كانش كلها. ومش عشان هي سحر ولا حاجه، ولكن لما بيكون في قدامكم صوره معينه للحاجه اللي انتوا عايزين تحققوها بتفضلوا وراها وبتفضل موجوده في دماغكم. ده غير ان انتوا بتتخيلوا نفسكم فيها، فبيبان ان هي حاجه اكيد ممكن تتحقق طالما ليها صوره، فبتتعمل في الاخر. فافتحوا بنترست او اي موقع صور بتحبوه وابداوا دوروا على صور للحاجات اللي انتوا عايزين تحققوها السنه دي. يعني مثلا لو انتوا هتتخرجوا السنه دي زيي، فممكن تحطوا صور للناس في حفله التخرج. لو انتوا عايزين تلعبوا رياضه ممكن تحطوا صور للناس في الجيم. لو انتوا عايزين تشتغلوا شغلانه معينه حطوا صوره للشغلانه اللي انتوا عايزين تشتغلوها دي وجمعوهم كلهم مع بعض، يا اما تخلوها خلفيه للموبايل او خلفيه لللابتوب او الايباد بتاعكم، او حتى كمان ممكن تطبعوها في شكل صور وتعلقوها في اوضتكم. المهم ان هي تكون موجوده في مكان تقدروا تشوفوها فيه كل يوم. انا كده قلت لكم كل الخطوات بالتفصيل، خلونا بقى ندخل على الواجب والخص لكم كده في كام كلمه اللي انتوا هتعملوه بالظبط. اول حاجه هتراجعوا على السنه اللي فاتت وتجاوبوا على كل الاسئله اللي قلتها في اول الفيديو. تاني حاجه هتستنتجوا ايه الحاجات اللي عايزينها تفضل معاكم السنه الجايه وايه الحاجات اللي انتوا هتسيبوها في السنه القديمه. 3 هتكتبوا تصور للشخصيه الاحسن منكم اللي انتوا عايزين تكونوها السنه الجديده، وهتفصصوها بكل الاقسام اللي انا قلتها في الفيديو. 4 هتكتبوا كل الاهداف، و5 هتقسموا كل هدف منهم لخطوات تحققوها. 6 هتحطوا الخطوات دي في الروتين المناسب ليكم. وقولوا لي لو عايزين فيديو ازاي تنظموا وقتكم، او كمان لو عايزين فيديوهات عن الروتين. لو وصلتوا لهنا عايزاكم تسقفوا لنفسكم وتحطوا في الكومنتس الايموجي اللي بيسقف، عشان فكره ان انتوا وصلتوا لحد هنا ده معناه ان انتوا فعلا عايزين تتغيروا وعايزين تبقوا احسن. وبس كده، متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.